فيلمنا أحداثه بتبتدي مع الزوجين فيك ومراته ماليندا، وماليندا بتكون بتاخد رأي جوزها في الفستان اللي هتلبسه وأنه فستان هيكون عليها أجمل، وبتطلب منه إنه يلبسها الجزمة بتاعتها وبتقول له إنها بتحبه. وبعد كده بنعرف إن هما كانوا رايحين حفلة مع أصحابهم، بس في الحفلة دي فيك بيلاحظ إن مراته بتروح تسلم على شاب غريب وبيكون باين عليه مظاهر الغيرة من تصرفاتها، وبيكون بيدور عليها في الحفلة كل شوية لغاية ما هيشوفها من الشباك وهي في أحضان الشاب اللي كان معاها. وهتجيله بعد كده واحدة من اللي كانوا موجودين في الحفلة وبتكون صاحبة فيك، وبتقول له إن علاقة مراته بالشاب ده لسه جديدة بس بتتطور بسرعة شديدة، وبتكون بتلمح إنها واخدة بالها من خيانة ماليندا لفيك، بس هو مبين إنه مش واخد باله من العلاقة دي. بس هي لما هتلاقيه مش عايز يبين الاهتمام بالموضوع هتصارحه وتقول له إن من الواضح إن مراته بتعمل علاقة مع صاحبها ده، وبيرد عليها فيك وبيقول لها إن مفيش حاجة بينهم وبين بعض، بس صاحبته بتقول له إنه بيحبها علشان كده مش عايز يعترف بالموضوع، وإن مراته دايما بتخلي شكله مش كويس قدام كل الموجودين بسبب تصرفاتها دي. وبعد كده بيجي الشاب ده اللي كان مع ماليندا علشان يتكلم مع فيك، ويقول له إنه جاي يكلمه في حاجتين. أول حاجة فيهم إنه بيشكره على المعاملة الكويسة اللي شافها منه ومن مراته، وفيك بيسأله عن السبب التاني فبيقول له إنه كان لطيف علشان مش بيعلق على وجوده مع مراته، وبيطلب منه إنه يكونوا صحاب. وفيك بيسأله عن واحد اسمه مارتن اختفى في ظروف غامضة لو يعرفه أو يسمع عنه حاجة، والشاب بيقول له إن الشخص ده مفقود، فبيقول له فيك إن مارتن ده كان صاحب مراته، فالشاب بيقول له أنت بتلمح إنك السبب في اختفائه، ففيك بيقول له أنا مش بلمح، أنا قتلته فعلا. والشاب هيكون فاكر إن فيك بس بيهدده علشان علاقته بمراته وإنه مش مصدقه، بس فيك قال له مش مطلوب منك إنك تصدق وسابه ومشي. بس الشاب فعلا هيخاف منه وهيسيب الحفلة ويمشي. وماليندا بعد كده وهم مروحين بتسأل فيك عن الكلام اللي دار بينه وبين صاحبها، بس بيقول لها إنه ما قالوش حاجة وتهرب من الإجابة، بس ماليندا بتقول له أنا متأكدة إنك قلت له حاجة غيرته وعلشان كده ساب الحفلة ومشي. وفيك برضه مصمم على الإنكار وماليندا مش مصدقاه. وتاني يوم وفيك بيوصل بنته للمدرسة هيقابل واحدة صاحبته وتقول له أنا سمعت إنك قاتل، وكانت تقصد إن الحكاية اللي قالها للشاب صاحب مراته اتعرفت وإن مفعولها أثر عليه وخاف. وأصحاب فيك وصل لهم الموضوع برضه واتكلموا معاه، وصاحبه بينصحه إنه يسيطر على تصرفات مراته لأن دي مش المرة الأولى ليها إنها تعرف شباب وإنها تتباهى قدامهم بعلاقتها الكتير، وإن الموضوع كده ماشي في سكة غلط. ومراته هي كمان لما عرفت قالت له أنا كنت عارفة إنك قلت له حاجة، وهتكون مستاءة منه جدا. وفيك بيعتذر لها وبيقول لها إنه قال كده على سبيل الهزار، وبتقول له إن مارتن اللي جاب سيرته كان صاحبها برضه وإنها مفتقداه، وإن الحكاية اللي عملها دي ما كانش ينفع يتكلم فيها حتى لو على سبيل الهزار. وبيعتذر لها تاني وإنه ما كانش يعرف إن الموضوع هيضايقها قوي كده. بس ماليندا مش هتكتفي باعتذاره ليها بس، وهتطلب منه انه يعتذر لصاحبها الشاب اللي قال له الكلام ده، وتبلغه انها عزمته في البيت هنا يوم الجمعه وانه لازم يعتذر له. وفعلا صاحبها بيجي وبيقابله فيك وبيرحب بيه، وبنته بتساله مين الشخص ده، وبيقول لها انه صديق امك زي مارتن لو فاكراه، وبيخلي بنته تقدم له المشروب وبيبلغه ان الاكل جاهز، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض على العشاء. وماليندا بتطلب من بنتها انها تطلع تنام علشان ميعاد نومها جه، وبتبلغها ان ابوها هيطلع وراها علشان يحكي لها حدوته قبل النوم. وفيك هيكون باصص ليها باستياء بس مش قادر يتكلم ولا ينطق، وهيطلع مع بنته فعلا علشان تنام، بس بتسأله عن تصرفات امها الغريبة. بس فيك بيحاول يحسن صورة مراته قدام بنته اللي هي كمان واخدة بالها من تصرفات امها، ولما بتنام بينزل وبيشوف خيانة مراته في بيته قدام عينه، فبيعمل صوت علشان تحس مراته ان موجود. وتجيله ماليندا وبتبلغه ان مش لازم يغسل الصحون دلوقتي وانه ممكن يغسلها الصبح، وبتطلب منه ان يدي مشروب لصاحبها وبتقول له انا هسيبك معاه شوية. ولما بيتكلم فيك معاه صاحب مراته بيقول له انا متفاهم الكلام اللي انت قلته لي وسببه، بس الواجب عليك الاعتذار. بس فيك هيرفض يعتذر له، بيأكد له انه قتل مارتن فعلا، وبيقول له ان التاكسي بتاعه وصل. وصاحب مراته بيقول له انا ما طلبتش التاكسي، بس فيك بيقول له انا اللي طلبته، وبيقول له يلا امشي. بعد الموقف ده بايام كان فيك ومراته وبنته موجودين في احدى المتنزهات، بس فيك هتجيله مكالمه من البنك، والموظف اللي بيكلمه بيقول له ان تم اصدار شيك باسم مراته بمبلغ $3000 وان الحساب مش مغطي المبلغ. ولما هيساله فيك عن المستفيد من المبلغ ده هيقول له ان شخص اسمه تشارلز، وان الغرض من الشيك دروس في عزف البيانو. وبعد كده هيبدا يبحث باسم تشارلز في كل الاماكن والصالات اللي بيكون فيها عزف البيانو لغايه ما هيعرف بيشتغل فين ويروح له مكان شغله ويشوفه وهو بيعزف. وبيلاقي مراته بعد كده في المكان بس مش بيعرفها انه شافها وبيمشي. وبعد كام يوم ماليندا هتكون راجعه البيت وفيك بيسالها عن سبب تاخيرها وانها قضت الليل فين، بس ماليندا قالت له مش هقدر اجاوب عليه. وبعدها هيسالها عن الشيك اللي قيمته $3000 لصالح واحد اسمه تشارلز، وبرضه بترد بنفس الاجابه انها مش حابه ترد. بس فيك هيبدا يتعصب عليها ويسالها على اللي بتعمله
بتعمله وعن تصرفاتها، بس بتقول له اخيرا بقى عندك احساس، وبتساله اذا كان غيران من اللي بتعمله، وبيقول لها ان تصرفاتها زي الاطفال. وبعدين بتقول له انت عايز تعرف ايه يعني؟ كنت فين؟ بعمل ايه؟ بس انا هقولك على كل حاجه. بس فيك بيقول لها انه مش مهتم يسمع التفاصيل، وبتقول له مش عايز تعرف اذا كنت بخونك ولا لا مع تشارلز، وبتقول له اسالني، وبتحاول تستفزه. بس رده كان انهم عندهم بنت وانهم عيله ولازم يحافظوا عليها، وبيطلب منها انها تبطل تشوف تشارلز ده. بس بتقول له هتعمل ايه لو ما حصلش؟ هتطلقني مثلا؟ بس بيقول لها لا مش هطلقك وهتسمعي كلامي. وهي بتلومه انه ما عندوش شغف بيها وان تصرفاته جافه تماما من ناحيتها، بس بيقول لها انه بيحبها. وبعد الخناقه دي بتسيبه وبتطلع اوضتها. وبعدها فيك واصحابه وماليندا كانوا في حفله في بيت واحد صاحبهم، وبيسكروا وبيهزروا. وفيك هيتفاجئ بوجود تشارلز في الحفله، وماليندا بتعرف تشارلز على كل الموجودين في الحفله، وبتقول لهم ان هو المدرس بتاعها وانه عازف بيانو ومطرب وانه هيعزف لكم حاجه. وفيك هيكون مش مبسوط من اللي بيحصل من تصرفات مراته، وخصوصا قدام كل الناس اللي موجودين. وبعدين ماليندا هتجيب تشارلز وتعرفه على فيك وهيرحب بيه. وفيك هيكون قاعد وبيشوف مراته وهي مع تشارلز في حمام السباحه ومش قادر يتكلم. ومره واحده هينزل المطر وكل اللي كانوا في حمام السباحه هيطلعوا الا تشارلز اللي هيفضل واقف. وفيك هيكون قاعد مع واحد صاحبه بيتكلموا، بس صاحبه هيكون سكران. وبعدها صاحبه هيدخل وفيك هيدخل وراه مباشره جوه البيت. وبعدين ماليندا هتلاحظ غياب تشارلز، وفجاه هتصرخ للموجودين لان تشارلز هيكون غرقان في حمام السباحه. وفيك واصحابه هيحاولوا ينقذوه، وماليندا بتنهار بسبب موته وبتصرخ في وش كل اللي موجودين ومنهم فيك. والبوليس لما بيوصل بيحقق مع كل اللي كانوا موجودين، بس ماليندا بتقول للضابط اللي بيحقق ان فيك هو اللي قتل تشارلز. والضابط هياخد ماليندا على انفراد، وبعدين هيطلب انه يتكلم مع فيك علشان يعرف منه اللي حصل. والضابط بيسأل فيك عن علاقة مراته بتشارلز واذا كان في علاقة جنسية بينهم، وفيك بيرد عليه انه ما يعرفش حاجة زي كده وانه مش بيسأل مراته الاسئلة دي. بس الضابط هيستغربه ويقول له انت مش شايف ان كده ان الموضوع غريب؟ ففيك بيقول له انه مش محتاج انه يملي عن مراته اي حاجة او يتحكم فيها، وانه قابلها بتصرفاتها لانه بيحبها ومش بيتدخل في حياتها. بس الضابط بيقول له انها بتتهمك بتهمة القتل، وفيك بينكر الاتهام وبيقول له ان مراته اعصابها تعبانة، وبيحكي له ان دخل البيت بمجرد سقوط المطر مع صاحبه قدام كل اللي موجودين، وان تشارلز كان سكران والاغلب انه غرق لانه مش بيعرف يعوم. والضابط مش بيلاقي اي دليل ضده فبيمشي. وبعدها فيك بيتكلم مع ماليندا فبيقول لها اذا كنت فاكره اني قتلت تشارلز ليه مش خايفه اني اقتلك انت كمان؟ فماليندا بتقول له لا مش خايفه لان انا الشيء اللي انت بتقتل عشانه. وبعدين بيجي المشهد وفيك بيفتكر وهو بيقتل تشارلز في حمام السباحه، وبنعرف ان هو فعلا اللي قتله. وبعدها بتيجي واحده من اللي كانوا موجودين في الحفله الفيك واللي كانت موجوده لما حصلت الحادثه، وتبلغوا ان جوزها بيتكلم عليه وانه شايف ان ليه يد في مقتل تشارلز. وهي طبعا مش مصدقه الموضوع ده على فيك، فهيطلب منها انها تيجي هي وجوزها عنده في البيت ويعزمهم على العشاء. وهيكلموا فيك على انفراد وهيطلب منه انه يبطل يتكلم عليه ويقول انه السبب في قتل تشارلز. بس بيرد عليه صاحبه ويساله امال تفتكر مين اللي قتله؟ وفيك هيقول له انه غرق لانه كان سكران، وان في ناس كتير بتموت بالطريقه دي كل سنه. بس بيقول له انه شاكك فيه، وشاكك كمان انه اللي قتل مارتن بسبب علاقاتهم بمراته. وهيقول له اذا كان مستعد انه يتحط تحت اختبار كشف الكذب، وفيك هيقول له موافق طبعا علشان يقفل باب الشك من ناحيته. وبعد كده ماليندا هتتعرف على شاب جديد تاني، وفيك هيكون بيراقبها ويشوفها وهي معاه. وبعدها هيسمعها في التليفون وهي بتكلمه، وكان بيتفق معاها انهم يروحوا البرازيل. وماليندا بتعزم صاحبها توني للبيت وبتعرفه على جوزها فيك، وبتقول له ان هو كان صاحبها من زمان. وفيك لما بيتكلم معاه بيعرفه توني انه بيشتغل في الانشاءات وان شغله ما بين الولايات المتحده الامريكيه والبرازيل. وفيك بيكون قاعد ومراته بتتكلم مع توني عن حبهم القديم وانهم كانوا على علاقه من زمان بس انفصلوا. وفيك قاعد وسامع بس ساكت طول الوقت، وماليندا مش مهتمه بوجوده وبتتصرف زي ما هي عايزه وكانه مش موجود بينهم. وبعدين فيك هيكون مستني توني في الشارع بعربيته، وهيمثل انه قابله صدفه، وهيكذب عليه ويقول له ان مراته كانت بتدور عليه وان عندها مكان كانت عايزه تبنيه ومحتاجه مساعدته بما انه مهندس بناء. بس توني هيستغرب لانها ما بلغتهوش بالكلام ده قبل كده. بس فيك هيقول له اركب العربيه، وتوني هيوافق. وطول السكه وهو بيقول له ان ماليندا بتحب المكان ده ومن ساعه ما كانوا بيتقابلوا فيه. لكن فيك بياخد توني في طريق وسط الغابه، وتوني هيكون قلقان منه بس مش عارف يعمل حاجه. ولما هيوصل توني مش هيلاقي ماليندا في المكان، ولما هيسال عليها فيك هيضربه بطوبه على دماغه، وبعدها هيهجم عليه وتوني من خوفه هيقع على دماغه ويموت. وفيك هيحاول يتخلص من الجثه وهيربط حجر على بطنه ويرميه في النهر بعد ما اخد بطاقته الشخصيه منه علشان محدش يعرف شخصيته بعد كده. ولما هيروح هيسال مراته عن توني، بس هتقوله انها ما تعرفش عنه حاجه. وفيك بيقول لها ان هو معجب بيه لانه ذكي، وهو سالها السؤال ده علشان يبعد الشبهات عنه. وبعد كده بنت فيك وماليندا
حبوا ان هم يطلعوا رحله للتخييم عند النهر اللي فيه جثه توني، وبنته هتقول له تعالى معانا علشان عايزه تقضي اليوم معاه، وفعلا هيروح معاهم. وهم في الوادي فيك هيدي مراته كتاب فيه ذكرياتهم سوا وصور ليها، ومكتوب في اخر الكتاب انها حب حياته. ماليندا هتشكره عن حبه لانها اول مره تشوف الكتاب ده معاها رغم كل تصرفاتها، وهتحس ان فيك بيحبها فعلا. وهو قاعد في الوادي هيتفاجئ بظهور جثه توني في النهر، وهياخد عيلته بعدها ويمشي. وماليندا بتقول له انها نسيت وشحها لان هما مشيوا بسرعه، بس فيك بيقول لها ما تقلقش لانه هيرجع تاني يجيبه. وبتبدا العلاقه بين فيك وماليندا تتصلح، وتعرف ان فيك بيحبها جدا. وتاني يوم الصبح لما قامت ماليندا مش هتلاقي فيك، فهتدور عليه، ولما مش هتلاقيه هتدخل المكان اللي بيمارس فيه هوايته الخاصه، بيكون بيربي فيه القواقع، وهتكتشف انه مخبي بطاقه توني. وهو في الوقت ده كان رايح الوادي علشان يخفي الجثه اللي ظهرت من الميه. وهو بيحاول يخفي الجثه اللي ظهرت، صاحبه اللي كان شاكك فيه هيكون موجود وهيساله عن اللي بيعمله في المكان ده، بس فيك هيقول له ان مراته نسيت وشحها هنا وهو جاي علشان يدور عليه. بس صاحبه هيكون في ايده الوشاح ويقول له انه لقاه، بس هيكون شاكك فيه وهينزل علشان يعرف هو بيعمل ايه. بس جثة توني هتظهر قدامه، ولما هيشوفها هيخاف وهيطلع يجري، بس فيك هيعرف انه انكشف وهيطارده علشان ما يبلغش عنه. وماليندا هتكون بتلم هدومها علشان تسيب البيت بعد ما اكتشفت الحقيقة وان جوزها قاتل، بس بنتها هتاخد الشنطة وتقول لها انها مش هتمشي من البيت وترميها في حمام السباحة. والراجل اللي كان بيهرب من فيك بالعربية هتنحرف منه على الطريق لان فيك هيظهر فجأة قدامه ويقع في النهر بالعربية ويموت. ولما فيك هيروح البيت هيلاقي ماليندا في انتظاره وبتبصله وبتبتسم، ومش بتقوله انها كشفت حقيقته لانها هتكون فهمت وعرفت ان تصرفات جوزها كانت بسبب انه بيحبها جدا وهتسامحه. وهينتهي الفيلم على كده. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتقول لنا رأيك في كومنت، وسلام.